أنا اسمي كريم وعندي 22 سنة. مش هكدب عليك وأقول إني كنت بؤمن بالحاجات الغريبة أو القصص اللي بيحكوها عن الأشباح والجن، لكن اللي حصلي خلاني أغير كل مفاهيمي عن العالم ده. مش عارف لو حد غيري كان مكاني كان هيبقى لسه عاقل ولا كان هيتجنن. كل حاجة بدأت في الصيف اللي فات لما سافرت مع أصحابي الساحل الشمالي. كنا متفقين نقضي أسبوع هناك، شاليه على البحر، سهر، ضحك، وأي حاجة تخلي دماغنا تفصل عن ضغط الشغل والحياة. كل حاجة كانت ماشية تمام لحد الليلة اللي غيرت حياتي للأبد. أنا بحب البحر، بحب الهدوء بتاعه، الصوت اللي بيخليك تحس إنك في عالم تاني. في ليلة من الليالي بعد ما أصحابي ناموا قررت أتمشى لوحدي على الشط. الجو كان هادي والمية رايقة، بس كان في إحساس غريب كأن البحر مش طبيعي. وقفت عند المية ببص قدامي ولقيت حاجة غريبة جدا. على بعد يمكن نص كيلو من الشط كان في حاجة ضخمة بتتحرك، مش قارب، مش مركب صيد، لأ، كانت سفينة. سفينة قديمة شكلها مرعب، لونها غامق وكأنها متفحمة، ما فيهاش أي أنوار، بس كانت طافية على المية كأنها لسه سليمة. المشكلة مفيش سفن بتعدي هنا، والمكان ده مش ممر بحري معروف. قلبي دق بسرعة، حسيت بجسمي بيتقشعر، بس فضلت واقف مكاني. حاولت أركز أكتر، بس الضباب بدأ يكسو المية والسفينة اختفت. رجعت الشاليه وأنا مش مستوعب اللي حصل. قلت لنفسي يمكن كنت هربان أو تعبان، ويمكن ده مجرد خيال. بس الليلة اللي بعدها رجعت تاني البحر، وكأن حاجة بتشدني ليه. وظهرت السفينة تاني. المرة دي أخدت موبايل وقررت أصورها. فتحت الكاميرا، بس لما بصيت في الشاشة السفينة مش موجودة. رفعت عيني، كانت هناك بتتحرك في الضباب البعيد. بدأت أخاف، بس الفضول كان أقوى. سمعت صوت كأنه نداء جاي من البحر، صوت شخص بيتكلم لكن مش مفهوم. كنت متأكد إني لوحدي، بس الصوت كان واضح وكأنه بيناديني باسمي، كريايم. حسيت بجسمي بيتجمد. إزاي البحر بيناديني؟ مين هناك؟ قررت أقف. مشيت خطوة ورا، بس حسيته أقرب. فجأة شفت حاجة نازلة من السفينة، قارب صغير بيتحرك لوحده ناحيتي. فضلت مكاني مرعوب وأنا شايف القارب بيقرب. كان قديم جدا، شبه خوارب القرن اللي فات، والحبل اللي ماسكه بالسفينة كان بيتحرك كأنه في ريح. بس المكان كان هادي تماما. بمجرد ما القارب وصل للشط الصوت سكت، البحر بقى ساكن، وكل حاجة رجعت هادية. بس كنت حاسس إن في حد بيبصلي من السفينة، حد مستنيني. فضلت واقف مكاني، جسمي متخاشب وقلبي بيدق بسرعة رهيبة. القارب القديم اللي وصل للشط كان بيترنح مع حركة المية، بس كان واضح إنه مش قارب عادي. كان شكله كأنه طالع من الماضي، الخشب متآكل، الحبال ممزقة، واللون باهت كأنه بقاله سنين بيتحلل في البحر. ومع ذلك كان طافي وسليم، وكأنه لسه طالع من السفينة اللي شفتها. مكنتش عارف أفكر. عقلي بيقول لي ارجع الشاليه وانسى الليلة دي، لكن في نفس الوقت كان في حاجة جوايا بتشدني ناحية القارب. فضول، تهور، مش عارف. لكن اللي متأكد منه إني لو كنت عارف اللي هيحصل لي بعد كده عمري ما كنت هقرب منه. بخطوات بطيئة قربت، لمست طرف القارب بصوابعي، حسيت بخشبته الباردة. برد مش طبيعي، برد يخلي جسمك يقشعر حتى لو كنت واقف في عز الحر. لاحظتها، سمعت الصوت تاني، الصوت اللي ناداني بالاسم الليلة اللي فاتت، كريم، تعالى، احنا مستنينك. كان الصوت جاي من البحر، لكن المرة دي كان أوضح، كأنه ناس كتير بتهمس في وقت واحد. التفت حواليا، مفيش حد، بس الإحساس إن في حد بيراقبني كان أقوى من أي وقت فات. لازم تهرب، ارجع، بتدخلش القارب. دي كانت أول مرة أسمع صوت مختلف، صوت ضعيف، كانوا حد بيحذرني. قلبي وقع في رجلي، رفعت عيني ناحية السفينة اللي في الضباب، وهنا شفتهم على سطح السفينة وسط الضباب كانوا واقفين. أشخاص؟ لا، أشباح يمكن، لكن اللي متأكد منه إنهم ما كانوش طبيعيين. أشكالهم ضبابية كأنهم صور باهتة، بس عيونهم كانت مضايقة، مش نور، لكن شرارة مخيفة زي جمر بيشتعل في ضلمة الليل. اتجمدت في مكاني، عيوني مثبتة عليهم وهم واقفين هناك، ساكتين، مرعبين. حسيت إن قلبي هيقف، لكن فجأة واحد منهم اتحرك خطوة واحدة بس، وكأنها إشارة. وفجأة القارب اتحرك لوحده، دخل جوه المية شوية كأنه بيطلب مني أركب. كان عندي خيارين، يا أهرب يا أواجه الرعب ده. أنا اخترت المواجهة. وقفت قدام القارب، قلبي بيدق بعنف ودماغي بتصارع نفسها. أركب ولا أهرب؟ كل حاجة جوايا كانت بتصرخ اهرب، لكن رجلي
كانت متسمرة في الأرض. كنت حاسس إن في قوة مش طبيعية بتجبرني أتحرك. مديت إيدي ولمست القارب تاني. المرة دي حسيت كأنه بارد أكتر من التلج، وكأن إيدي لمست حاجة ميتة من سنين. أخدت نفس عميق وحطيت رجلي جواه. أول ما لمست رجلي أرضية القارب حصلت حاجة غريبة جدا. البحر اللي كان هادي تماما فجأة بقى كأنه صلب. الموج واقف، الهوا ساكت، وكأن الزمن نفسه تجمد. بصيت حواليا، كل حاجة كانت ساكنة، حتى الضباب اللي كان بيغطي السفينة بقى تقيل كأنه بيحاصرني. وفجأة القارب اتحرك لوحده، مفيش مجاديف، مفيش ريح، لكنه كان بيتحرك في اتجاه السفينة، وكأن في قوة خفية بتسحبه ناحيتها. قلبي كان هيوقف. حاولت أتحرك، أقفز منه، لكن ما كنتش قادر. جسمي كان متصلب، وكأن القارب سحبني معاه. مع كل متر بيقربني من السفينة بدأت أشوف تفاصيلها أوضح. السفينة كانت قديمة جدا، خشبها مشقق، أجزائها متهالكة، لكن رغم كده كانت طافية كأنها لسه جديدة. وكان في حاجة أغرب، كانت مكتوب عليها كلمة واحدة: المنسية. اسمها بس كان كفاية يخلي الرعب يجري في دمي. المنسية؟ يعني إيه؟ مين نسيها؟ وليه لسه هنا؟ القارب وصل لهيكل السفينة، ووقتها سمعت الصوت تاني، الصوت اللي كان بينادي اسمي. المرة دي كان أقرب، كان جاي من جوه السفينة نفسها. كرايم وصلتنا. الضباب كان بيكثف أكتر، بس رغم كده شفت سلم حديدي نازل من السفينة للقارب، كأنه بيقول لي اطلع. قاسم بالله ما كنتش عايز أطلع، لكن رجلي اتحركت لوحدها. مسكت الحبل، طلعت أول درجة والتانية والتالتة، وفجأة وأنا في نص السلم حسيت بإيد باردة بتتمسك في رجلي. حسيت بالإيد الباردة وهي تمسك في رجلي بقوة. مش إيد طبيعية، كانت صلبة، كأنها عظام مغطاة بجلد مبلول ومتآكل. جسمي اتجمد، قلبي كان هيقف، وحاولت أصرخ بس صوتي مخرجش. بصيت بسرعة لتحت، ما كانش في حد، لكن الإحساس بالإيد اللي ماسكة في رجلي كان حقيقي جدا. حاولت أفلت نفسي، لكن كل ما أتحرك القبضة بتضيق أكتر. حسيت كأن حد بيحاول يسحبني لتحت البحر. بمنتهى الرعب بصيت ناحية السفينة، كان في حركة هناك. الضباب بدأ يتفرق شوية، ووقتها شفتهم. كانوا واقفين على سطح السفينة، أشباح، ناس، ما كنتش متأكد. كانوا زي خيالات باهتة، أجسامهم هزيلة، عيونهم مضيئة بلون غريب، حاجة بين الأزرق الباهت والأخضر الميت. كانوا كلهم بيتفرجوا عليا، بس ما كانوش بيتحركوا، كأنهم مستنيين حاجة تحصل. حاولت أتحرر من الإيد اللي ماسكة رجلي، وبدأت أضرب السلم الحديدي برجلي التانية، لكن فجأة الإيد سابتني، أو بمعنى أدق سابتني علشان تمسك في السلم نفسه. وفجأة السلم اهتز، وبسرعة غريبة بدأ يتحرك كأنه بينسحب جوه السفينة. ما كانش قدامي حل، لازم أطلع قبل ما يتحرك أكتر. قلبت خوفي الغضب، مسكت الحديد بإيدي كويس وطلعت بسرعة لحد ما وصلت للسطح، ورميت نفسي عليه وأنا بتنفس بصعوبة. كنت مرعوب، جسمي بيتنفض، وقلبي بيدق بسرعة لدرجة إني حسيت إنه هيطلع من صدري. رفعت راسي وبصيت حواليا. السفينة كانت مهجورة تماما، أو على الأقل ده اللي كنت فاكروه. كل حاجة فيها كانت قديمة، كأنها بقالها مئات السنين هنا. الأرضية مغطاة بطبقة من الملح، الحبال ممزقة، والأبواب الخشبية مشققة ومتآكلة. حاولت أقوم، لكن رجلي كانت مرعوبة، حاسس إني دخلت عالم تاني، عالم مش من حقي أبقى فيه. وفجأة كريم وحشتنا. الصوت المرة دي كان واضح، واضح جدا، وكان جاي من أقرب باب قدامي. جسمي كله اتجمد. الصوت كان واضح، قريب مني جدا، وكأنه حد واقف ورا الباب بيناديني. لكن المشكلة أنا مكنتش أعرف حد على السفينة. حاولت أقنع نفسي إنه مجرد وهم، يمكن البحر والتوتر لعبوا في دماغي. لكن فجأة الباب الخشبي اللي قدامي بدأ يتهز ببطء، كأن حد وراه عايز يفتحه. وقتها قلبي وقع في رجلي. أهرب؟ بس أهرب فين؟ أنا أصلا محبوس على السفينة. الباب بدأ يفتح، صوته كان مزعج، كأنه مكانش اتحرك من سنين. ومن الضلمة اللي وراه طلع شخص أو شيء. كان راجل طويل، هدومه قديمة جدا، شكلها زي ملابس البحارة زمان، لكنها كانت ممزقة ومبلولة، كأنه طالع لسه من تحت المي. وشه كان باهت زي لون الجثث اللي غرقت في البحر لفترة طويلة. بس أكتر حاجة أرعبتني عيونه، كانت سودة بالكامل. وقف قدامي بدون ما يتحرك، بس كان باصص ليا بنظرة تخلي الدم يتجمد في العروق. حاولت أتحرك بس ما كنتش قادر،
كأن رجلي اتزرعت في خشب السفينة، وفجأة ابتسم. مش ابتسامة عادية، كانت ابتسامة باردة خالية من أي مشاعر، وكأن اللي قدامي ده مش بني آدم أصلا. أخيرا حد جه. الكلمات خرجت من بقه ببطء، صوته كان خشن زي صوت الرياح اللي بتلف وسط سفينة مهجورة. أنا ما كنتش قادر أتكلم، بس عقلي كان بيصرخ. حد جه؟ يعني إيه؟ مين ده؟ وبيقول كده ليه؟ قرب مني خطوة، خطوة واحدة بس كانت كفاية إني أحس إن الجو حواليا بقى أبرد بكتير، والريحة ريحة ملح البحر والعفن كانت أقوى، كأن المكان نفسه بيحاول يخنقني. بقالنا زمان مستنيينك كريم. عيوني اتسعت. هو عارف اسمي إزاي؟ أنا عمري ما شفته قبل كده. حاولت أتكلم بس صوتي مخرجش، كأن حلقي ناشف أو متخدر. بخطوة تانية قرب أكتر. وشه كان قدامي حرفيا، كنت شايف تفاصيله بوضوح. الجلد المتآكل، التجاعيد اللي كأنها تشققات بحرية، وعينه السوداء اللي كانت كأنها هوية بلا نهاية. وفجأة مد إيده نحوي، إيده قربت مني ببطء. كنت شايف كل تفصيلة فيها، الأصابع الطويلة الهزيلة، الجلد المشقق اللي كان باين تحته لون غامق كأنه متعفن، والأظافر اللي كانت أشبه بمخالب. حاولت أتحرك، أهرب، أصرخ، لكن جسمي كان مشلول، كأنني مربوط بسلاسل خفية. كل اللي قدرت أعمله إني أراقب الرعب وهو بيقرب أكتر وأكتر. وفجأة أول ما إيده لمست كتفي، حسيت ببرودة غريبة، مش برودة عادية، لا، دي كانت برودة الموت نفسه. كأن أنفاس حد غريق بتلف حواليا، كأن المية المالحة دخلت عروقي بدل الدم. في اللحظة دي حسيت إن الدنيا بدأت تظلم، مش بالمعنى الحرفي، لكن كأن كل حاجة حواليا فقدت ألوانها. السفينة بقت ضبابية، البحر بقى زي بوعة زيت سودة، والسماء كانت كأنها بتتقفل فوق دماغي. بقالنا سنين مستنيينك كريم. الصوت كان هادي لكنه مليان بشيء أعمق من الرعب، شيء مخيف بطريقة لا يمكن وصفها. بكل قوتي حاولت أتحرك، لكن رجلي كانت تقيلة، كأني واقف في الطين أو في بحر من الظلام. حسيت بإيده وهي بتضغط على كتفي أكتر، وفجأة بدأت أشوف صور، مشاهد سريعة كأنها ذكريات حد تاني. سفينة ضخمة وسط البحر، عاصفة عنيفة بتمزق الأشرعة، صراخ البحارة، صوت الخشب بيتكسر، البحر بيفتح بقه ويبلعهم واحد ورا التاني. واحد من البحارة بيحاول يهرب، بس قبل ما يقفز حاجة بتشد رجله. إيد سودة طالعة من البحر. الليل، نفس السفينة، لكن ما فيهاش حد، أو على الأقل ما فيهاش حد حي. أشباح البحارة المفقودين بتمشي على سطحها، محبوسين فيها للأبد. وفجأة كل حاجة رجعت للوضع الطبيعي، البحر، السفينة، حتى الضباب، لكنه كان لازال واقف قدامي مبتسم وإيده لسه على كتفي. دلوقتي عرفت قصتنا وعرفت مصيرك. ببرود مرعب سابني ورجع خطوة لورا، ووقتها فهمت الحقيقة. السفينة دي مش مجرد سفينة غارقة، دي فخ بيرجع كل فترة علشان ياخد ضحية جديدة، والضحية الجديدة كنت أنا. حاولت أستوعب الكلام، حاولت أقنع نفسي إن ده كابوس، بس كل شيء كان حقيقي. الإحساس بالبرودة اللي لسه في كتفي، الريحة العفنة اللي بتملأ المكان، العيون السوداء اللي لسه بتراقبني، كل حاجة كانت بتصرخ إن دي النهاية. لكن لا، أنا مش هموت هنا. بكل قوتي تراجعت خطوة لورا وكنت هجري، لكن قبل ما حتى أفكر أتحرك حسيت بالأرض تحتيها بتتهز. السفينة كلها بدأت تصدر أصوات غريبة كأنها بتتكلم بلغة الموتى. الراجل الغريب رفع راسه كأنه بيسمع أصوات جاية من البحر، وبصلي بابتسامته الباردة وقال: الموج بيجهزك ليه؟ متقاومش كريم، خلاص السفينة اختارتك. اختارتني؟ يعني إيه؟ أنا إيه علاقتي بكل ده؟ أنا مجرد شخص عادي، إيه اللي جابني هنا أصلا؟ لكن قبل ما عقلي يقدر يجاوب حسيت بحاجة بتلمس رجلي، حاجة باردة زلقة أشبه بجلد سمكة ميتة. بصيت بسرعة، وكانت أكبر غلطة عملتها، لأن اللي كان طالع من فتحات السفينة ما كانش مجرد مية، كانت أيدين، عشرات، لا مئات الأيادي الهزيلة السوداء طالعة من البحر، بتتزحف على سطح السفينة، بتقرب مني ببطء كأنها بتستعد تسحبني معاها. قلبي كان هينفجر من الخوف، وبدون تفكير قفزت لورا وبدأت أجري ناحية طرف السفينة. لكن صوت الراجل الغريب جوه ورايا هادي جدا، لكنه مليان بشيء يخليك ترتعش. مفيش هروب كريم، كلنا حاولنا نهرب وكلنا رجعنا. فضلت أجري، لكن كل ما أقرب من طرف السفينة الموج كان بيزيد، والضباب كان بيتقل كأنه عايز يمنعني من إني أشوف طريق الهروب. لكن كان في شيء غريب، في وسط الضباب
على بعد أمتار كان في قارب، القارب اللي جبتني هنا كان بيطفو ثابت كأنه مستنيني. دي فرصتي الوحيدة. بسرعة طلعت على حافة السفينة مستعد أقفز، لكن قبل ما أتحرك الصوت جه للمرة الأخيرة وكان مختلف. الصوت ما كانش صوت الراجل الغريب، كان صوتي أنا. كريم، ما تسيبناش. تجمدت في مكاني. الصوت كان صوتي، الصوت اللي ناداني من ورا الضباب، اللي طلب مني ما أهربش. كان نفس صوتي. اتلفت بسرعة ورايا، كان قلبي هيوقف. مين اللي بيتكلم؟ إزاي ممكن أسمع صوتي في مكان مرعب زي ده؟ الراجل الغريب لسه واقف هناك، مبتسم نفس الابتسامة الباردة، لكن عيونه السوداء كانت بتلمع بشيء غريب، شيء مريب جدا. سمعت نفسك كريم؟ عرفت إنك جزء مننا؟ جزء منهم؟ مستحيل، أنا مش واحد منهم. أنا لسه عايش، أنا مش شبح، مش واحد من أرواح السفينة الغارقة. لكن في اللحظة اللي كنت بحاول أقنع نفسي فيها شفتهم. من وسط الضباب كانت في أشكال بتتحرك، خيالات بشرية، وجوه ضايعة، أجسام باهتة شبه الراجل اللي قدامي. لا، مش شبهه، كانت نسخ مني. نعم، كانوا أنا، كانوا نفس ملامحي، نفس طولي، نفس هدومي حتى. لكن عيونهم كانت سودة بالكامل، زي الراجل الغريب، زي أرواح السفينة دي. حسيت بجسمي بيتجمد أكتر، وسمعتهم بيكرروا الكلام بنفس الصوت، بنفس النبرة. ما تسيبناش يا كريم. لا، ده مستحيل، ده كابوس، أنا مش موجود هنا، أنا لسه في الدنيا، لسه في الحقيقة. لكني كنت حاسس بيهم، كانوا أقرب من اللازم، كانوا بيحوطوني، كانوا بيتمددوا من الضباب، بيمدوا إيديهم الهزيلة نحوي، وكلهم بنفس الابتسامة الباردة اللي تجيب الرعب. في اللحظة دي عرفت إن الخيار الوحيد اللي عندي هو الهرب. بسرعة اتلفت ناحية القارب اللي كان لسه بيطفو جنب السفينة، جمعت كل قوتي وبدون تفكير قفزت. لحظة السقوط جسمي في الهواء كنت حاسس إني هموت، لكن قبل ما أوصل للقارب سمعت صوت صرخة مدوية، مش صرخة واحدة بل صرخات متعددة، كأن مئات الأرواح بتصرخ في وقت واحد، كأن البحر نفسه بيزقر بغضب. وجسمي اصطدم بالمياه الباردة، حسيت بالملح بيحرق وشي، حسيت بصدمة الجليد وهي تلف جسمي. لكنني كنت عارف إن مفيش وقت للتفكير، لازم أتحرك، لازم أهرب. بسرعة سبحت بكل قوتي ناحية القارب، ماسك فيه بإيدي المرتعشة. حاولت أرفع نفسي وبأعجوبة قدرت أطلع عليه. أخدت نفسي بالعافية وبصيت بسرعة ناحية السفينة. وهو وسط الضباب كانت الأشباح لسه واقفة، كلهم نفس الشكل، نفس الملامح، كانوا أنا. وآخر حاجة شفتها قبل ما المراكب يبعد عن السفينة كانت الراجل الغريب واقف في نفس المكان، مبتسم وبيقول بصوت هادي لكنه اخترق عقلي: الموج بيختارك، لو مش النهاردة هيكون بكرة. في اللحظة دي فهمت الحقيقة اللي عمري ما كنت عايز أصدقها. السفينة مش بس كانت مسكونة، السفينة كانت بتطاردني وهتفضل تطاردني للأبد.